عيد كرة القدم العربية، أنا ما شفتش مدرب عربي عنده قدرة على التحدث مع وسائل الإعلام، وعنده القدرة على الإقناع، وعنده القدرة على الرد في أصعب اللحظات بالطرق المناسبة أكتر من الرجراجي. وكان الواحد في كأس العالم زي ما بيستمتع بمنتخب المغرب وبأدائه وبنجاحاته وربع العالم وكل الكلام ده، لكن بيستنى الدرس اللي بيتقال كل مرة في المؤتمر الصحفي الخاص بالرجراجي. ويشاء القدر إنه حتى في ودياتك يا أخي تحصل حاجة تخليك حديث العالم. ايه اللي حصل؟ الرجراجي والمنتخب قاعدين في المعسكر بيستعدوا لمباراة بيرو، بيجي لهم الفطار وبعدين بيجي وقت السحور بيجي لهم السحور. واحد من الناس اللي جايب لهم السحور قرر يحلو على انستجرام، كتب منشور بيقول فيه: نخدمهم في رمضان بسبب معتقداتهم. وقامت القيامة، كل الدنيا بتتكلم على العنصرية، اللي بيحصل ده، مين الراجل ده، ازاي يعمل كده. وبيجي الدور على وليد الرجراجي انه يتدخل في لحظة مناسبة جدا وفي لحظة حاسمة ومصيرية. وهترد تقول ايه في موقف زي ده؟ وليد الرجراجي هنا هو بس مش بيدافع عن عقيدته او عقيدة لاعبيه او على فكرة الفطار والسحور، بل ان انت هنا اسهل حاجة في الدنيا انك تولع في النار وان النار تنتشر، وانه اللي حصل ده بيهز من صورتنا وصورة الاسلام وصورة اللعيبة، وتعمل عركة انت بطلها بدون نقاش. لكن الرجراجي بيرد بالطريقة اللي يخدم بيها على نفسه وعلى لعيبته وعلى معتقداته وعلى دينه وعلى كل حاجة بأفضل طريقة ممكنة. بيقول الرجراجي: الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر من 19 إلى 20 عام. تحدث الكثير من اللاعبين والمشجعين المغاربة عن العنصرية التي نتعرض لها. نحن لا نقبل العنصرية، لكن نريد، سلام عليك يا أخي، لكن نريد أن نظهر للناس أن الإسلام دين تسامح، حيث نتعلم في ديننا المغفرة والمسامحة، وخير مثال أن نسامحه في هذه الفترة في رمضان حتى يفهم أن ما يعتقده عن المسلمين ليس هو الواقع. ربما هو لا يعرف الإسلام والعرب، اليوم سيعرفه. قمنا بشكواه للشرطة لكننا سنسامحه لأن لديه مستقبل، وحتى لا يقول إننا ظلمناه. إذا أراد زيارتنا ورؤية الأجواء بين المسلمين ورمضان فأهلا به. هؤلاء هم المغاربة. ده الموضوع. أنا دافعت عن معتقداتي وعن ديني وعن الموقف باللي أنا فاهمه وباللي أنا عايز أوصله. شاب صغير ما أقدرش إن أنا أدمر عيشته، أقطع عيشه، أعمل فيه أي حاجة. نشتكي لي إنه اللي حصل غير مقبول، لكن في النهاية ما نقدرش إحنا نهاجم ونولع النار ونقول الحق وشوف وتعالى، بل إن أنا بدعوك تعالى اقعد معانا وشوف جلسات اللي ما بين اللعيبة والمدير الفني والأجواء اللي ما بيننا عاملة إزاي. الطريقة دي والأسلوب ده حط الفندق في مزنق. فيطلع الفندق ببيان يقول فيه: الفندق يدين أي عمل عنصري ونعتذر لجميع الأشخاص الذين شعروا بالإهانة. الأشخاص المسؤولون عن هذه الصور لا ينتمون للفندق، لكنهم يعملون عندما يكون هناك أحداث تم طردهم وبالفعل إتاحتهم للشرطة لو الشرطة عايزة تعمل حاجة معاهم. في النهاية بغض النظر عن موقف الفندق ده، في النهاية الموظف بتاعه يتصرف معاه بالطريقة اللي هو عايزها. لكن الرجراجي وضع في موقف صعب جدا، كان ممكن يشرد الشخص والفندق والبلد وكل حاجة ممكنة، لكنه كالعادة رد بأفضل أسلوب ممكن.